تشكيلة البرتقالي الكهرباء، مؤلفة من أمجد رحيم بالرقم 41 في حراسة المرمى. على اليمين خضر علي 15، على الشمال سجاد خليل 3. في عمق الدفاع حسام كاظم 6 وعلي خالد 25، مرتضى هديب 18، فاروق محمد 17، محمد زامل 20. وفي خط الهجوم الثلاثي ديفيد إيكي 19، منتظر عادل 11، مهيمن سليم ملاك بالرقم 9. تغيير واحد على تشكيلة القوة الجوية في مباراة السابقة، الكهرباء في مباراة السابقة أمام القوة الجوية بخروج ستار جبار ودخول مهيمن سليم، بينما غير المدرب أيمن حكيم دينيس وأوديني ومحمد خالد، أبعد 3 لاعبين عن تشكيلة السابقة. ننتظر وإياكم بداية أحداث شوط المباراة الأول. وأذكر باللقاء الكبير الذي جرى الموسم الماضي ما بين الفريقين عندما تقدم الكهرباء بثلاثية وتعادل القاسم ب3 أهداف في مباراة رغم الأهداف ال6 إلا أنها لم ترتقي للمستوى المطلوب. إذن أمس أذكر بمباريات يوم أمس، ديالا يخسر بسداسية من الشرطة، القرمة يخسر بهدفين من النفط، الزوراء يتغلب على الكرخ بهدفين لهدف، زاخو يعادل نوروز بهدف. اليوم القوة الجوية الميناء القاسم الكهرباء عند الساعة 8 دربيين، دهوك مع أربيل، كربلاء مع النجف. غدا نفط ميسان مع نفط البصرة، والطلبة مع الحدود. هذا هو أيمن حكيم المدرب السوري، قاتم الموسم الماضي ولكن غاب عنهم بالبلاي أوف، خاض مباراة البلاي أوف وواجه نفط البصرة، خسر 1-2 ثم فاز على البيشمركة 2-1 بأهداف علي محيسن وفلاح عبد الكريم. وهنا ننتقل من نوروز إلى الكهرباء ولكريم، لعب للجيش، للجوية، للطلبة، مولودية وشباب بتايا، طليعة تعز، ودرب أندية شمالية، سيروان، مساعد في الكرك، كركوك، البيشمركة، الاتصالات، السليمانية، درب الدفاع. هذا هو أيضا الحكم أمجد كاظم اللي يقود هذه المباراة. وإياكم ننتظر بداية أحداث شوط المباراة الأول من هذه المباراة التي تجمع ناديا القاسم والكهرباء. طبعا 14 مباراة وراح نتحدث هذه المباراة رقم 15 واللي تجري في ملعب الشعب رقم 16، وأمجد رحيم بانتظار صافرته. إذا تنطلق أحداث شوط المباراة الأول، فريق القاسم على يسار الشاشة بزي السماوي وبالبرتقالي الكهرباء على يمين الشاشة، وكرة مقطوعة على رمية تماس لمصلحة نادي القاسم، تنقطع من حسين محسن يحكي يجدد مع نادي القاسم. رمية تماس تلعب الكرة بالرأس مقطوعة، محاولة علي خالد بالرأس، كرة عند اللاعب أحمد سرتي، طويلة الكرة، أحمد يشتتها، محاولة من اللاعب ديفيد، وكرة أبعدت من اللاعب أحمد نور. من جديد إلى أحمد سرتي من الجهة البعيدة، حارس، وكرة إلى ركنية، أول ركنية في المباراة من نادي القاسم. كرة تقطع من القائد علي خالد اللي سجل هدفين الموسم الماضي في شباك القاسم والشرطة.
هذا هو اللاعب حسين عبد الواحد يمرر الكرة وركنية لمصلحة نادي القاسم. اليوم شوية يعني صعوبة الأرقام لنادي القاسم. السماوي وعلي أسود، علي خالد بالرأس مقطوع الكرة، حسين عبد الواحد من الجهة البعيدة، حسين يلعبها عرضية تشتت من علي خالد، مرة أخرى طالت الكرة إلى رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. هذا أيضا أحمد سركي اللي بالصورة، لعب لي زاخو، لعب لي أربيل، لعب لي النفط. وهذا المدرب اللي ترك نادي نوروز الموسم الماضي وهو بالمركز السادس في الجولة 22، تركه بالمركز السادس ب 33 نقطة، فاز في 10، تعادل في 6 وخسر في 6. وهنا أيضا اللي تركه في مباراة البلاي أوف. محاولة من جديد تقطع، تذهب الكرة إلى خضر علي، طويلة الكرة تلعب إلى حسين محسن، مقطوعة، حسين يشتتها بالرأس من علي خالد، وسط الملعب الكرة إلى عمار داخل، الحارث عمار، حسين، كرة إلى أحمد نور وإلى إليسو، وسط الملعب حسين، مرة أخرى حسين محسن، طويلة الكرة، سيف تنقطع من أمامه، وسط الملعب فاروق محمد، محاولة من جديد لمصلحة نادي القاسم، كرة تعود عند اللاعب حسين عبد الواحد، تمر بالمنتصف، أحمد سركيب تعود إلى إيليس، تمر إلى الجانب عند اللاعب محمد الباقر، وسط الملعب عمار داخل، تذهب إلى مجتبى محسن، مرة أخرى مجتبى محسن ينقطع من أمام الكرة، تذهب إلى عمار داخل، تعود الكرة إلى حسين محسن، حسين يلعب كرة طويلة، سيف يحاول ولمسة يد على السيف، ركلة حرة لمصلحة نادي. طبعا القاسم قادم من هزيمة أمام نفط والكهرباء من تعادل ثمين أمام القوة الجوية الوصيف بدون أهداف. لمسة يد على السيف، لاعب نادي الأمانة السابق 4 أهداف الموسم الماضي في شباك الكرك والكهرباء والأمانة ونفط الوسط. كرة تبعد، سيف بالرأس، مجتبى تنقطع من محمد فاروق محمد، سريع الكرة طالت على ديفيد إيكي، تنقطع الكرة إلى الجانب، مرة أخرى حسين عبد الواحد ما سيطر عليها، تبعد وسط الملعب إلى فاروق محمد، تعود من جديد إلى حسام كاظم، حسام يلعب ظاهر في مركز قلب الدفاع، واندفع سجاد خليل كظهير أيسر، وسط الملعب مرتضى هديل، فاروق محمد، بينية، وكرة خطرة ديفيد وبرافو حارس المرمى، حارس المرمى ليث معن الوافد من أربيل ينقذ مرمى القاسم من كرة خطيرة. هذا سجاد خليل، شوف المحاولة، كرة بينية على طبق من ذهب، حاول ولعبها لكن خروج حاسم من ليث معن أنقذ مرمى القاسم من كرة خطيرة. سجاد على التنفيذ، سجاد خليل يلعب كرة بالراس ومرة أخرى يبعدها ليث معن إلى ركن. كرة ملعوبة من فاروق محمد اللاعب الغاني القادم من ريفر يونايتد النيجيري، وضراعة ليث معن. طبعا في المباراة الأولى شارك مصطفى جاسم، اليوم شارك ليث معن، كرتين أنقذهم ببراعة. شوفها مرة أخرى، رأسية قوية وأبعدها بقبضة إيده إلى ركنية. كرتين خطيرتين متعاقبتين متتاليتين من الكهرباء على مرمى القاسم. مرة أخرى الحارث يحاول، الحارث ولكن عادت إلى أحمد سركي، حاول، تعود الكرة إلى مجتبى محسن، حسين محسن، مجتبى مرة أخرى إلى الجانب إلى الحارث يحاول يمر، توغل ومقطوعة، تعود إلى حسين عبد الواحد،
حسين يلعبها الى احمد سرتيب، طالت قربت برا الملعب الى ركله مرمى لمصلحه نادي الكهرباء. استقر المطاف بهذا اللاعب عند القاسم وحسين عبد الواحد. استدعاء حكيم شاكر عام 2014 في اول مباراه دوليه الى امام بيرو، واخاف ايضا امام اوزبكستان المباراه الثانيه. مباراتين دوليه لهذا اللاعب. يمثل نفط الوسط، اربيل، الميناء، الطلبه، الزاقه، الشرطه، وبدا مع الميناء 2012 ركله حره لمصلحه الكهرباء. هذا منتظر عادل انه ينتقل من الحدود للكهرباء مع شقيقه عباس عادل المعان من الجويه، انتقل من الحدود للجويه واعيد من الجويه الى الكهرباء. حسام، علي خالد، خضر علي لعب للطلبه للزوراء للشرطه. حاول عند محمد زامل، محمد فاروق او فاروق محمد، بينيه محاوله عادت الى سجاد، ترتد من الحارث ويبدو خطا لمصلحه الكهرباء. هذا سجاد خليل ويبدو ركله حره لمصلحه نادي الكهرباء. أذكر الآن في نفس الوقت الجوية مع الميناء، تعقبها دربي الفرات، النجف مع كربلاء، ودهوك مع أربي. علي الكرة بالرأس مقطوعة. ولعب خطر، هذا لعب خطر، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة نادي القاسم. هذا هو مجتبى محسن لاعب نادي المرور، جدد مع القاسم. لعب خطر ضد السجاد، ركلة حرة غير مباشرة لمصلحة القاسم. جمهور نادي القاسم يآزر فريقه. يلعب الدقيقة 9 من عمر المباراة، أن الدقيقة 10. بالرأس ملعوبة الكرة، سيف وعلي سامي شتتها. ايدك ايدك ايدك، كرة مقطوعة. تلعب من احمد نور إليسا، مرة أخرى الكرة إلى اللاعب ديفيد إيكي، مقطوعة لمصلحة نادي القاسم. طويلة الكرة، عبد الباقر عبد الرحمن، محمد الباقر عبد الرحمن، فاروق محمد، حسام، سجاد، قصيرة وترتد من الحارث. الحارث يحاول وسط الملعب، الكرة لحسين عبد الواحد، حسين إلى أحمد سرتيب، أحمد سرتيب إلى عبد الواحد، تذهب الكرة إلى محمد الباقر وتعود إلى إليسو. وسط الملعب عمار داخل إلى مجتبى، خالد، حارث، حسين محسن، يا سلام، يلف ويدور، وهناك عرقلة وصافرة وخطأ ضد منتظر. هذا هو حسين محسن. معذر هذا الانقطاع من المصدر.
هذا هو محمد زامل لاعب النجف السابق، لاعب الميناء ايضا، والكره مقطوعه من محمد الباقر القادم على سبيل الاعاره او المنتقل من النجف. رميه تماس مقطوعه الكره وسط الملعب، حسين عبد الواحد. حسين، احمد سرتيب، حسين قصيره ومقطوعه، فاروق محمد. فاروق يلعب الكره الى سجاد، ولكن طالت الكره الى محمد الباقر. محمد الباقر طويله الكره، حسين عبد الواحد مقطوعه بالراس الى حسام. فاروق محمد، تنقطع الحارث. مجتبى محسن او حسين محسن، احمد نور، إليسو، محمد الباقر. بالمنتصف مقطوعه من اللاعب مرتضى هديب. حسين عبد الواحد، كرة إلى حسين محسن، مجتبى محسن، أحمد نور. لحد الآن 14 دقيقة أداء هادئ وسط الميدان باستثناء كرتين متتاليتين للكهرباء على مرمى القاسم. عادت الكرة إلى حسين محسن، مجتبى وسط الملعب، تمتد إلى فاروق أو إلى ديفيد إيكي إلى الجانب. خضر علي، خضر وسط الملعب، مرتضى هديب. خضر، كرة عادت إلى علي خالد، إلى حسام. حسام قادم من الزوراء. فاروق محمد، علي خالد، لعب جدد، لعب للخطوط، للجيش، لشباب الطلبة. فاروق، طالت الكرة، منتظر عادل، سجاد. فاروق إلى منتظر عادل، منتظر يحاول داخل منطقة الجزاء، وكرة مقطوعة من أحمد نور يشتت كرة. حسام، فاروق محمد. فاروق، ربع ساعة من عمر المباراة، تعادل سلبي. ديفيد، والكرة تبعد إلى رمية تماس لمصلحة نادي الكهرباء. كرة مقطوعة. حسام، حسين عبد الواحد، طالت على حسين. مهيمن مرة أخرى، محاولة لمصلحة نادي الكهرباء، والحكم يقول العب. ترتد الكرة، أحمد نور يلعبها إلى الحارث يحاول وهجمة عكسية، لكن نشوف 2 ضد 6. مرة أخرى طالت الكرة من سيف رشيد إلى الحارث حاتم. أحمد سرتيب من الجهة البعيدة، عالية الكرة، سيف رشيد رأسية عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. ركلة مرمى لمصلحة الكهرباء. خلف لؤي، صلاح. تدريب الكهرباء وافدا قادما من نوروز، مثل ما ذكرت تركب في الجولة 22 بعد الخسارة من زاخو، المركز السادس ب 33 نقطة. عادت الكرة إلى علي خالد. علي إلى حسام. مرة أخرى إلى علي خالد. هدوء واضح، والخطورة انتفت من الفريقين. محاولة إلى محمد زامل، حاول محمد، وخضر علي وبالراس. محاولة من مهيمن، لكن مقطوعة الكرة، تبعد بالراس. خطأ، ركلة حرة لمصلحة القاس. ركلة حرة لمصلحة نادي القاس.
بالسلامة إن شاء الله لمجتبى محسن. مجتبى محسن بالسلامة، لاعب المرور السابق، كرة مشتركة مع الغاني فاروق محمد لاعب الكهرباء اللي أنذر أمام الجوية 3 إنذارات للكهرباء في لقاء الافتتاح، مقابل انذارين للقاسم لدينيس ومؤمل جميل الغائبان عن هذه المباراة. هذا هو مهيمن سليم ملاك، سجل 5 أهداف الموسم الماضي في شباك الشرطة ونفط الوسط ونفط البصرة والنفط. مجتبى برا الملعب يكمل علاجه. مهيمن سليم اللي أمامنا بالصورة لعب لأندية زاخل، كهرباء، بغداد، الشرطة وكربلاء، بدأ مع كربلاء 16-17. حارس المرمى ليث معا. حكم يشير إلى مواصلة الأداء. طويلة الكرة، خضر علي من الجهة البعيدة، تقطع من أحمد نور، مرت إلى رمية تماس لمصلحة الكهرباء. هذا هو أحمد نور لاعب النجف. خضر علي، دايفيد، خضر، عرضية ترتد، دايفيد يحاول، محمد زامل، خضر، كرة عادت، مرتضى، حسام، فاروق محمد، بينية ملعوبة الكرة، محاولة من جديد ولكن كرة مقطوعة على ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. خطأ ضد اللاعب أحمد نور وركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. حكم 0 فاول، ليش الاحتجاج والاعتراض والوقوف؟ الحكم ما يتراجع بعد عن قراره، مستحيل يتراجع عن قراره، خلاص. هذا هو أيمن حكيم، سوري 64 عام، لعب للجيش للوحدة، درب الجيش الوحدة، قائد هوك موسم 11-12، الفيصلي، اتحاد الرمثة، منتخب سوريا، وعمل مساعد أيضا مع تيتا، الكرامة، الجيش والفتوح. مساعد الدكتور حسن هادي، الرجل اللي أشرف على بقاء القاسم في دور الكبار. إذا ركلة حرة للكهرباء وترقب وحذر من ليث معا. علي خالد على التنفيذ، علي قدم، علي شدد، كرة عالية برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. دخلنا الدقيقة 22 من عمر المواجهة، يبقى التعادل قائم سلبا ما بين القاسم وضيف الكهرباء في ثاني مباريات الفريقين. ومثل ما ذكرت الكهرباء قادم من تعادل ثمين مع الجوية سلبا، والقاسم من خسارة أمام نهضة ميسان بهدفين لهدف. هذه ثاني مباراة للقاسم على أرضه وأمام جماهيره. ليث معا، مثل ما ذكرت وافد من أربيل، على التنفيذ، كرة عالية، حسين محسن بالراس، حسين عبد الواحد طالت إلى خارج الملعب أو من أحمد السربت، أحمد السرتيب،
أحمد سرتيب إلى خارج الملعب. كرة لعلي خالد من حسام. حسام مرة أخرى. حسام مثل ما ذكرت اليوم يعني وظف ولي كريم كقلب دفاع. حسين محسن كرة إلى خارج الملعب، رمية تماس، سجاد خالد على التنفيذ، عادت إلى فاروق محمد. كرة من جديد علي خالد. كهرباء أكثر استحواذ، أكثر انتشار، لكن فقط بكرتين خطيرتين. حسام إلى خارج الملعب. مهيمن أمامنا بالصورة، هذا هو المساعد الثاني مصطفى أو مصطفى سعدون. كرة طويلة بالرأس، محمد الباقر. أحمد سرتيب مسيطر على الكرة. ديب إلى حارس المرمى أمجد رحيم الوافد من نفط ميسان. حسام كرة خطيرة الآن تقطع، وهناك خطأ لمصلحة نادي القصر. العديد من اللاعبين يعني عمار علي، علي عبادي، عبد الله فيصل، حيدر أحمد، زاهر ميداني، بولونارتي، مرتضى جمال، مرتضى مرس، شافيو ماموني، رفيق أمينو، محمود خليل، ديمي داوودة، منتصر بالله، غابوا وانتقلوا من الفريق. الآن غياب أمور فيصل اللي سجل هدف من ركلة جزاء مع منتخب الشباب هذا اليوم، وقائد منتخب الشباب يغيب لاعب الكهرباء. سجاد خليل على التنفيذ. رعاية تامة من أستاذ علي أشهد بهذا الفريق ومتابعته وتكريم الفريق بعد التعادل. هذا دليل على اهتمام الإدارة الكلية بهذا الفريق. كرة عالية بالرأس، وبعدت الكرة أحمد نور وطالت إلى خارج الملعب. الخروج، عادت الكرة إلى حسام، تمر إلى مرتضى هديب، تعود إلى علي خالد. علي يلعب الكرة طويلة، طالت برا الملعب على محمد زامل، رمية تماس أو على خضر علي إلى رمية تماس، رمية جانبية. الأصح يقولون قولوا رمية جانبية، لا تقولون رمية تماس. محمد الباقر، رمية جانبية للقاسم. عشاق وأنصار القاسم يؤازرون يتابعون وللفوز ينشدون. طالت الكرة عالية، علي خالد يبعد الكرة، ترتد من جديد، محاولة أحمد سرتيب، حسين عبد الواحد، الحارث بالرأس من حسام، وتعود الكرة إلى حارس المرمى أمجد رحيم. أمجد، حسام، سجاد، طالت على سجاد برا الملعب إلى رمية تماس. حسين محسن على التنفيذ. تنقطع الكرة. أحمد فاروق، مرتضى هديب يلعبها إلى علي، علي إلى حسام،
حسام إلى علي خالد مرة أخرى. وتسديدة باهتة إلى ليث معا. من جديد أيضا انقطاع. ما زال أسرع هدف في دورينا بالدقيقة 6 و12 ثانية سجله جابريل ريمسيس لاعب نادي النفط في شباك البرما. نصف ساعة بالتمام والتعادل سلبا يخيم على أجواء هذه المواجهة. ونادي القاسم هذا الموسم السادس له في الدوري الممتاز، ورغم كل الظروف السلبية اللي أحاطت به تمكن من الصمود والبقاء في دوري الكبار، والموسم الماضي استطاع أن يصمد ويجتاز البلاي أوت ويتمكن من البقاء. أول مواسمه كانت موسم 2019-2020 واعتذر عن المشاركة إلى جانب أندية الكرخ والديوانية والسماوة وزاقة، وكان المركز 17. عانى من الهبوط، أحرز لقب الدرجة الأولى 2018-19 بعد الفوز على زاقة 4-1. الموسم الماضي بالمركز 17 وعانى من الهبوط. لعب 38 مباراة، فاز في 8، تعادل في 14، خسر في 16، سجل 42 هدف، عانقت شباكة 53 كرة و35 نقطة، حل بالمركز السابع. رمية تماس ملعوبة من محمد الباقر إلى خارج الملعب، ركلة مرمى للكهرباء. سيف رشيد أمامنا بالصورة. اليوم أبعد محمد خالد ودفع بسيف رشيد اللي أيضا شارك في المباراة الأولى. علي أمجد حسام طويلة من حسام، بالرأس مقطوعة من أحمد نور. سجاد منتظر يلعبها عرضية خطيرة، مرت بعيدة. محمد الباقر طويلة بالرأس مقطوعة. محمد زامل بينية لا منتظر، وعالية من منتظر برا الملعب إلى ركلة، أو محمد زامل برا الملعب إلى ركلة. شوفوا بالإعادة منتظر محمد زامل، هيأ له كرة جميلة لكن سددها
بشكل متسرع إلى خارج الملعب. لحد الآن الكهرباء لم يخطر مرمى القاسم، لم يخطر مرمى الكهرباء بشكل يعني مباشر، باستثناء رأسية سيف رشيد. ليث معا يلعب الكرة طويلة، زال الأداء دون الوسط ما بين الفريقين، 2 مقابل 3 التسديدات. كرة من ديفيد تعود إلى ديفيد مرة أخرى، سجاد إلى ديفيد، أقرب إلها اللاعب عمار داخل، وعرقلة لعمار من مرتضى، ينتظر عادل، ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. نهض لاعب عمار داخل الوافد من النفط، يبدو دخول قوي على منتظر عادل، وركلة حرة لمن؟ للكهرباء من القاسم. وهنا الظهير حسين محسن يشكو من إصابة، اللاعب اللي جدد مع فريق القاسم. ويبدو ركلة حرة للكهرباء، ركلة حرة للكهرباء، راح يحتسبها رمية جانبية. حسين بالسلامة إن شاء الله. جهد إرهاق واضح. الدقيقة 35 من عمر المباراة، تعادل سلبي يتواصل. الموسم الماضي التقوا مرتين، ذهابا 3-3 وإيابا 2-1 للقاسم. سيف الدين ظاهر وسيف رشيد وعلي كريم للكهرباء. في مباراة الذهاب عبد الله عبد الأمير سجل خطأ في مرمى لمصلحة القاسم. ما زال حسين محسن يتلقى العلاج. ديفيد إيكي أمامنا بالصورة، اللاعب النيجيري القادم من تانجا الإيفواري. يعني ربما هناك محترف برازيلي، وهناك أيضا محمد بن طرشة لاعب نادي الطلب السابق، وربما هناك أيضا لاعب يمني سيكون في تشكيلة نادي الكهرباء في الأيام القادمة. أيضا هناك روان ريبيرو تيليس البرازيلي، محمد بن طرشة. تسع دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. ركلة حرة أحمد نور على التنفيذ. حسين عبد الواحد ينتقل من نفط الوسط، عالية الكرة بالراس، فاروق، وركلة حرة للقاسم. ركلة حرة من مكان خطير لنادي القاسم، وأحمد سرتيب وحسين عبد الواحد قريبين من الكرة. عرقلة من فاروق محمد لحسين عبد الواحد، 17-17. اتكاء على المنافس ودفع وياها، وقرار سليم من حكم المباراة اللي متمركز تمركز سليم وقريب من الحالة. بعض الأحيان يقولون الحكم لما يكون تمركزه سليم أفضل شيء يكون على بعد 10 ياردة، يكون رؤيته سليمة وتمركزه جدا سليم ويشاهد الحالة وينطي قراره بشكل أفضل. داخل قوس الجزاء من مكان خطير، ترقب وحذر من أمجد رحيم. من سينفذ، أحمد سرتيب أم حسين عبد الواحد؟ يلا امجد وسع حاضر. مرتضى هديب في الجدار، طبعا
يبعد الحكم على بعد 10 ياردات. وأحمد وحسين عبد الواحد قريبين من الكرة وفي توقيت إرادتنا من المصدر. كرة تمر إلى خضر علي، فاروق، محمد، عرضية، خروج من علي من ليث معا، يمسك الكرة. هذه الفرصة الثمينة، لاحظ ديفيد إياها، ويسارية مقطوعة كانت من مهيمن سلي. أحمد نور يبذل مجهود كبير في خط دفاعات نادي القاسم. هذا عمار داخل يلعب الكرة، الحارث مجتبى، مقطوعة من حسام، وهناك راية وصفار الكسر وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. مجتبى محسن تعرض إلى عرقلة، ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. أمجد رحيم، دفع كان من حسام وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. الحارث على التنفيذ أو حسين عبد الواحد. حسين على التنفيذ. أقل من 5 دقائق 4 دقائق تفصلنا على نهاية أحداث شوط المباراة الأول. الكرة طالت برا الملعب، لا ركلة مرمى لمصلحة نادي الكهرباء. حسام علي خالد، الحارث، وركلة حرة لمصلحة القاسم. حارث يتعرض إلى عرقلة، يبدو هناك بطاقة صفراء أولى في المباراة لفاروق محمد. بطاقة صفراء للاعب نادي الكهرباء فاروق محمد. فاروق عنده بطاقة صفراء في المباراة السابقة أمام القوة الجوية. طبعا 5 بطاقات صفراء يغيب اللاعب عن مباراة. تلعب الكرة عالية برا الملعب، لا ركلة مرمى. أحمد نور سددها.
باللعب أمجد باللعب 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 صعبة هاي يا شباب شباب باللعب فاروق كرة طويلة إلى ديفيد. ديفيد يحاول تبعد الكرة ومحاولة من جديد، مقطوعة الكرة وأقرب إلى محمد الباقر. خطأ لمصلحة نادي القاس. كثرة الأخطاء. راح ندخل الدقيقة الأخيرة من عمر شوط المباراة الأول. فاروق يشكو من إصابة، أيضا مجتبى محسن للمرة الثالثة يشكو من إصابة. كرة إلى إليسو. أحمد محمد الباقر حسين عبد الواحد أحمد. كرة عالية إلى ركلة مرمى ترتيب وكرة عالية إلى ركلة الشباب من هذا اللاعب. 3 دقائق وقت محتسب بدل من ضايع يضيف حكم المباراة. كرة أبعدها أحمد نور. سجاد خليل على التنفيذ. مباراة لم ترتقي بشوطها الأول إلى مستوى الطموح. مرة أخرى حسين عبد الواحد ترتد الكرة. ديفيد أما الزامل سريعة المان إلى ركلة مرمى للقاس. يعتذر مهيمن. مرتضى هديب امامنا بالصوره، لاعب نادي نوروز الوافد للكهرباء. ليث معا مرتضى لا خضر علي. مرتضى هدير مهيمن ينقطع من امام الكره برا الملعب من إليسو. مهيمن عالي الى ديفيد وليث تمكن من الدقيقة الأخيرة من الوقت المحتسب بدل من ضايع، والتعادل السلبي يخيم على أجواء هذه المواجهة بين القاسم وضيف الكهرباء. ركلة حرة لمصلحة الكهرباء. منتظر عادل. خطأ ضد حسين عبد الواحد. سجاد ديفيد مرتضى حسام المان برا الملعب لا رمية تماس لمصلحة القاس. حسين محسن على التنفيذ وصافرة الحكم السيد
أمجد رحيم. تعلن نهاية أحداث شوط المباراة الأول بتعادل القاسم مع ضيف الكهرباء بدون أهداف. لنا عودة مجددا وأحداث شوط المباراة الثاني. حتى يحين موعد لقائنا معكم نذهب لاستراحة قصيرة.
جاي لي حاليا واحد مرسل الدنيا راحت غير كل ما يقعد يوم يقعد يجي جام مكسور من عندي ايش بيك بغير داخل مضار من عندي تلعب يسرع من داف هاي كلياتي ما يدار هاي مو مريضة غير يومين تجي فاصلة يومين ضابط يومين دعوا عليها انا عندي ما يوصل البار اقطع بالنهاية يوصل البار مصاوي يا بنشر مصاوي انا بنشر حسين قطع فوسك يعني والله يقول لك هذا مصاوي يا بنشر بس قاطع اشوف السنة طلع لحقت واحد حيدر قال ها لحقنا واحد من وين راح يعاود قال شو تسوي؟ قلت له الحين يبي شاي سكين قال يلا فجاها بعد واحد ايش فيه؟ من الثاني لحقنا هذا الواحد ما لقينا عبر لقينا واحد من عربي هذا واحد من عربي صاحبي قلت ها مسلم شلون؟ قال عاد روح هذا سحب سكينه سحب سكينه حيدر هذا ايش عباله راح السوق فارغ ما حد بالسوق عباله راح السوق هذا ايش سوى سحب سكينه سوى بيها هيك لا اتصل وجحته قال حيدر وين من هنا؟ ها حيدر مسجل سيف قلت بس شوف انا عيبي وديك قطعة قطة ها حمودي؟ ايش سوى هذا؟ قال شنو من يفرغ قام يحكي على مني قدام ها ايش سوى يا اخوي؟ ايش سوى يا اخوي؟ رجعناها زبط الدور هذا خطير وش تعال غير قطعة قطة ايش سوى عليك قطعة قطة طب كله ها ويده واحد اي واحد فيكم واحد باقي اي واحد فيكم
من جديد نعود احبائي مشاهدي متابعي قنوات شبكه الاعلام العراقي واحداث شوط المباراه الثاني من لقاء القاسم وضيف الكهرباء اللي انتهى شوطها الاول بتعادل سلبي ما بين الفريقين واداء لم يرتقي الى مستوى الطموح دون الوسط. مباراه اليوم اللي ضيفها ملعب النجف يقودها طاقم تحكيم بقياده حمزه كامل، مصطفى نوح، مصطفى سعدون، حامد طالب حكم رابع، وفي غرفه الفار الحكم الدولي علي حسين علي حسن ويساعده وليد عبد. شوط اول باستثناء كرتين للكهرباء وكره واحده للقاسم. برأس مقطوعه، وهذا تذكير لمن فات معنا بمتابعه احداث شوط المباراه الاول. تشكيله القاسم ليث معا بحراسه المرمى برقم 1، على اليمين حسين محسن 14، على الشمال محمد الباقر 16، احمد نور 55، واليسو بالرقم 20 في وسط الملعب، حسين عبد الواحد 17، وعمار داخل 7، ومجتبى محسن 13، والثلاثي الهجوم احمد سرتيب برقم 10، سيف رشيد 77، والحارث حاتم القائد بالرقم 8. كرة خطيرة والى حارس المرمى امجد رحيم في حراسة مرمى الكهرباء، وفي خط الدفاع خضر علي 15 على اليمين، وسجاد خليل 3 على الشمال، حسام كاظم في قلب الدفاع برقم 6 الى جانب علي خالد القائد بالرقم 25. في وسط الملعب مرتضى هديب 18، وفاروق محمد 17، ومحمد زامل 20، ومهيمن سليم 9، منتظر عادل 11، وديفيد إيكي جوابه بالرقم 19. نأمل نتمنى وإياكم أن يرتقي أداء الفريقين في شوط المباراة الثاني إلى مستوى أفضل. هناك على الطرف الآخر الجوية يتأخر أمام ضيف الميناء بهدف واحد. كرة ملعوبة وسط الملعب، مرتضى هديب، فاروق محمد، خضر علي يلعب كرة بينية، محاولة هجمة الآن سريع على محمد زامل وبر الملعب إلى ركنية، ويبدو هناك حالة تسلل ركلة حلوة غير مباشرة لمصلحة نادي الكهرباء أو لمصلحة القاسم. تسلل واضح. كرة اللعب حسين محسن، محاولة لكن طالت إلى ركلة مرمى لمصلحة الكهرباء. فريق نادي القاسم بالمرحلة الأولى حل بالمركز 12 أو بالمركز 19، وفي المركز التاسع استعدل في مباريات المرحلة الثانية وحل بالمركز التاسع، بينما على الطرف الآخر الكهرباء حل بالمركز العاشر بالمرحلة الأولى والمركز التاسع عشر. مبارياته بالمرحلة الثانية الموسم الماضي كانت سيئة. بالمركز ما قبل الأخير بالمرحلة الثانية كان فريق نادي الكهرباء اللي حل بالمركز 13 في ختام الموسم. آخر 10 أسابيع بالمرحلة الثانية لم يحقق أي فوز. كرة مقطوعة، هناك خطأ لمصلحة نادي الكهرباء، خطأ ضد اللاعب أحمد سرتيب. خضر علي،
عالية الكرة ملعوبة الرأس من إليسو ومحاولة لكن مقطوعة وتبعد من ديفيد. كرة طالع الحارث يحاول يمر الحارث صعبها على نفسه ومقطوعة برا الملعب لا رمية تماس لمصلحة نادي القاسم. كرة ضاعت على مجتبى محسن سوء تفاهم بينه وبين سيف رشيد. كرة عادت إلى أحمد نور إليسو طويلة ديفيد وكرة مرت لحارس المرمى خضر علي. كريم أبو بكار دخل في تشكيلة فريق نادي القاسم. هناك خطأ لمصلحة القاسم. المدربان يتعصبان. ركلة حرة غير مباشرة. إليسو أمامنا بالصورة. كرة تقطع فاروق مرتضى فاروق علي خالد خضر علي مرتضى هديب طويل الكرة وطالت هربت برا الملعب إلى ركلة طالت على منتظر عادل إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي القاسم. يبدو حسين عبد الواحد ترك الملعب ودخل كريم أبو بكار. ركلة مرمى لمصلحة القاسم. ليث خطأ لمصلحة نادي الكهرباء. هذا هو كريم أبو بكار غاني لاعب إجلاس الإسباني احترف مع الكيان الصهيوني مع يهوذا وهابيل. بالرأس مقطوع. فاروق مرتضى هديب عرقله وصافر. كثرة الأخطاء وكثرة الصافرة تفسد متعة اللقاء. من جديد الكرة اللعب حسام سجاد سيطر على الكرة وإلى سجاد مرة أخرى. كرة خطيرة سجاد ولكن انقطع. عمار الحارث مجتبى محسن أحمد سرتيب إليسو أحمد نور عمار أحمد سرتيب حارث إلى الظهير حسين محسن. أحمد سرتيب لعبها قصيرة مقطوعة. محاولة من جديد وعرقلة وصافرة وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. خطأ للاعب مؤمن سليم. كثرة الأخطاء في ملعب المباراة. خطأ ضد عمار داخل داخل. خضر علي مقطوعة من أحمد سرتيب برا الملعب لا رمية تماس.
اوقف كابتن، اوقف دقيقة دقيقة. لعب. وكرة خطيرة برا الملعب إلى ركلة، كرة ملعوبة برا الملعب من مهيمن. شوفوا الإعادة، فرصة ثمينة تضيع على الكهرباء وعلى الطاير، كرة مقصية من مهيمن، ولكن وين برا الملعب إلى ركلة مرمى لمصلحة نادي الناس. أحمد سركي، مجتبى، أحمد، حلوة ملعوبة إلى الظهير، محمد الباقر، طويلة بالراش وتعود الكرة وسط الملعب. فاروق محمد لاعب الكهرباء، هيها إلى الجانب، محاولة وعرقلة وصافرة محمد زامل، وركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. عمار داخل مباراة أنجد، وعرقلة لمحمد زامل، ركلة حرة لمصلحة نادي الكهرباء. للمرة الثانية يرتكب خطأ عمار داخل بعد الخطأ الأول على مهيمن. تغييرين، كرار على بدلا من منتظر عادل لاعب القادم من النفط. كرار على، وايضا عندنا اللاعب رقم 23 امير حسن القادم من النجف بدلا من محمد زاهر. اذا تغييرين للكهرباء بدخول لاعب وسط بدلا من لاعب وسط، ومهاجم بدلا من مهاجم. دخول كرار على وامير حسن. كرة إلى مرتضى هديل، كرار، ترتد الكرة، تشتت من أحمد نور، وسط الملعب فاروق، عاد الكرة حسام مرة أخرى إلى علي خالد، علي هيئ الكرة إلى مرتضى هديل، تعود إلى علي خالد، كرة بالمنتصف، محاولة منقطع من أمام أمير، تذهب الكرة بالمنتصف، سريع على الحارث، ضاغط عليه سجاد، حارث سريع بينه وبين سجاد، يموه يتخلص من سجاد، يعيد الكرة إلى الخلف، ملعوبة الكرة من جديد إلى الجهة القريبة. محمد الباقر، أحمد سرتيب، مجتبى، عمار داخل، أحمد سرتيب، كرة إلى أحمد نور، أحمد إلى حارس المرمى علي الليث معا يشتتها، قصيرة كانت لليث، محاولة محمد الباقر، طالت عليه الكرة، علي شتت كرة طويلة، يعني تقريبا إذا ما استمر التعادل للمباراة الهدف الوحيد. واضح تحفظ الفريقين، وضع الآن من نفس أن نشاهد شو كان أفضل، لكن المباراة على حالها. علي خالد، عمار داخل، أحمد سرتيب، مجتبى صالح أو مجتبى محسن، الحارث، أحمد نور إلى عمار داخل، عمار يلعب كرة طويلة بالرأس مقطوعة من أمام محمد الباقر، كرة إلى ديفيد، مهيمن، ديفيد مرة أخرى، مهيمن، ومرتضى هدير ورايا الصفار والكسر، تسلل ركلة حرة غير مباشرة للقائد. نصف ساعة بالتمام تفصلنا على نهاية أحداث هذه المواجهة، 60 دقيقة من عمر اللقاء.
أمجد أو ليث معا على التنفيذ. طويلة من علي. والله كابتن بوغي، كابتن والله بوغي بالخوان بوغي. واحد قد حسين بوغي. كابتن خليه يشوف الكرة ويا شوفه. ليث يلعب الكرة. حارث من الجهة البعيدة يمر بينه وبين سجاد. يلعب الكرة ترتطم بسجاد، تمر إلى رمية جانبية لصالح نادي القاسم. عمار الحارث، عادت إلى الظهير حسين محسن، وخروج من أمجد رحيم يمسك من خلال مرتضى هدير. فاروق، أمير، سجاد، وسهلة إلى ليث. خطأ لمصلحة نادي القاسم. ما زال الأداء دون الوسط. خلت المباراة بشوطها الثاني من أي خطورة باستثناء مقصية مهيمن سليم من الخارج. ركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. ليث معا على التنفيذ. ورأسية سهلة لأمجد رحيم. خطأ من جديد. أي احتكاك مع الحارس خطأ. يحاول يعني أحمد نور أخر الحارس من التنفيذ باعتبار أنه قلب الدفاع أيضا. هذه كرة أحمد السرفي بالرأسية. الحارث يلعب الكرة وهجمة الآن. كرة لأبو بكر كريم، والكرة مقطوعة من دفاعات فريق نادي الكامل. تلعب سريع. ديفيد بينه وبين إليسو. ديفيد يحاول. ديفيد يحاول، وكرة إلى ركنية لمصلحة القاسم لمصلحة الكامل. هذا هو ديفيد إيكي. أمير حسن على التنفيذ. أمير قصيرة تعود إلى أمير مرة أخرى. لا الركنية جميلة ولا التحويل. كرة ارتدت. حسام يلعب. وين مرت الكرة؟ مصلحة نادي القاسم. الحارس وسط الملعب.
أحمد سرتيب، إليسو، أحمد نور، حسين محسن، إليسو مرة أخرى، محمد الباقر، عمار داخل، سيف رشيد وكريم بكار، مقطوعة مرة أخرى، والحكم يبدأ إتاحة الفرصة، وبالتالي من ما تحققت الفرصة عاد من ركلة حرة من نادي القاصم. كان هنا فاول لما ما تحققت الفرصة وزميله ما استلم الكرة، عاد ومنح ركلة حرة لفريق نادي القاصم. البديل كرار علاء، والحكم يعيد الكرة، يجب أن تلعب على الصافرة. إشارة الحكم واضحة، يقول يجب أن تلعب على الصافرة. الحارث ومحمد الباقر قريبين من الكرة، وركلة حرة لمصلحة نادي القاسم. كرة برا الملعب إلى ركلة، كرة جميلة من محمد الباقر، تعال العارضة إلى ركلة. شوفوا بالإعادة، مست العارضة ومرت إلى الخارج. شوف، مست العارضة ومرت إلى الخارج. كرة جميلة من محمد الباقر، عبد الرحمن، مست العارضة وإلى الخارج. محمد خالد يدخل الآن بدلا من سيف. كرة مقطوعة، عمار، حسين محسن، خلص من اللاعب الثاني إلى الحارث من الجهة البعيدة. حارث يحاول، مجتبى اللي انتقل للجهة القريبة، مجتبى محسن، محمد خالد لاعب نادي توب يوافق بين نادي القاسم، وكرة إلى الخارج. يبدو هناك اللاعب حسين محسن يشكو من إصابة، والسلامة لحسين محسن. 70 دقيقة من عمر المباراة، والتعادل باقي بدون أهداف بين الكهرباء ومضيف القاسم. هي مباراة التعويض للفريقين، الخاسر القاسم بالجولة الأولى والمتعادل الكهرباء.
كرة للحارس الآن. تلعب رمية تماس من خضر علي. وكرة ابعدها اليسو الى رمية تماس لمصلحة نادي القاس النادي الكهف. شاهدنا في المباراة الأولى دينيس قلب دفاع بعد أن غاب اليسو عن المباراة الأولى، اليوم يزج باليسو الإيفواري كقلب دفاع. خضر عد ديفيد لم يفعل شيء. خضر حلوة ملعوبة، محاولة وتسديدة وكرة خطيرة خطرة، وضاعت فرصة للكهرباء، ضاعت فرصة تسجيل للكهرباء. غير سليمة من الفريقين. وأخرى الكرة ملعوبة إلى الجانب، محاولة هجمة عادت إلى الحارس من الجهة البعيدة، عرضية من الحارس فاسية ولكن سهلة سهلة سهلة. أحمد السرتيب اللي دخل الملعب ترك الملعب، ورأسية سيف رشيد سهلة للحارس أمجد رحمة. فرصة ضاعت. أيمن كان بإمكانه يلعب الكرة بشكل أفضل، أو اللاعب كرار علاء كان بإمكانه أن يلعب الكرة بشكل أفضل. بسرعة توقف بسرعة، بسرعة توقف بسرعة. هوب روح غسل شلون ما يطلع العلاوي. مرتضى هديب أمامنا بالصورة. مساعد دكتور حسن هادي يتحدث مع أيمن حكيم. وكولينج بريك لشرب الماء، وما زال التعادل قائم في أداء أيضا سلبي من الفريقين. لم يتبقى من عمر المباراة إلا 17 دقيقة. من سيهزم من في تلك الدقائق القادمة؟ درجة الحرارة 34. نسبة الرطوبة 12%. سرعة الرياح 23 كيلومتر بالساعة. يعني 34 زين، أجواء زينة بالنسبة لنا، لكن مع ذلك الحكام مثل ما ذكرت في أكثر من مناسبة هذه حالة إنسانية، لا توجد فقرة بالقانون الحكم يجب أن يوقف المباراة، لكن اللجان الفنية والطبية أشاروا أنه صلاحية الحكم إذا شاء أن يمنح بريك لشرب الماء بارتفاع درجات الحرارة وارتفاع الرطوبة. بإيده أمجد إلى خضر علي أو إلى علي خالد. ديفيد إليسو يتركه إلى ركلة مرمى لفريق القاس. مصطفى محسن أمامنا بالصورة. زال التعادل مخيم على أجواء هذه المواجهة. حسام مرتضى فاروق
خضر علي، خضر يستحوذ على الكرة الآن، لعبة بينية تنقطع من عمار داخل، إليسو من جديد كرة ملعوبة للحارث، تلعب محمد، عرضية عالية وبالرأس تبعد من الدفاع، كرة لحسين محسن وبالرأس تعود من أمام سيف رشيد، كرة مشتركة سوء تفاهم بين اللاعبين، أمير إلى كرار، تمتد الكرة من أحمد نور، أحمد للحارث من الجهة البعيدة، حارث يحاول، قصيرة تركن، فاروق محمد، وكرة تبعد من إليسو، أقرب إليها خضر علي، بدأ التعب الإرهاق يكون واضح على اللاعبين، على اللاعبين الفريقين، تراجع المستوى، فاروق، حسام إلى فاروق، مرتضى هدير، طويلة الكرة، ديفيد وكرة أبعدت من الدفاع، محمد الباقر خذها هناك، خذها لم يتماس، كابتن هناك الحالة يلا بس يا حبيبي هناك الحالة يم المدرب الحالة يم المدرب كابتن راح يترك الملعب سيف رشيد وتغيير هجومي آخر بدخول حيدر عبد الرحيم، لاعب نفط اليسار السابق، لعب لنفط البصرة للطلب البحري، أخروا تغييره، كرة عادت، حسام، علي خالد، طويلة من علي، المن لا على التعيين برا الملعب إلى ركلة مرمى للقاس. غيروا التغيير، مؤمن راشد راح يدخل بدلا من الظهير حسين محسن، أخروا لأن له لاعب مصاب، ويبدو أيضا حيدر عبد الرحيم يخرج حسين محسن، وعنده فترة المفروض يغير اثنين بدل من أن يغير واحد. غير سيف خرج، وايضا خرج حسين، تغيير اضطراري بدخول مؤمن راشد ودخول حيدر عبد الرحيم بدلا من سيف راشد. باقي تغيير واحد للقاسم وثلاث تغييرات لنادي الكهرباء. كرة طويلة 80 دقيقة و10 دقائق تفصلنا على النهاية. فاروق، علي، حسام، مدرب ولي كريم في طريقة أيضا لتغييرين في آخر 10 دقائق. مرتضى
خطأ. ومجتبى محسن يشكو من إصابة. عرقلة واضحة من مرتضى هدير. آخر 9 دقائق من عمر المواجهة، والتعادل ما زال يخيم على أجواء هذه المباراة، وهذا هو التعادل الرابع سلبا. يبدو هناك على الطرف الآخر فريق القوة الجوية يحمد ركلة جزاء دقيقة 85 من عمر اللقاء، ومحاولة من جديد تقطع. خضر علي حلوة ملعوبة الكرة. أمير عالية وكرة طالت على ديفيد برا الملعب لا ركلة. يخرج مرتضى هدير، يدخل عباس عادل، ويخرج مهيمن وعلي رحيم. علي رحيم وعباس عادل، إذن تغييرين في آن واحد، مدافع ولاعب وسط. خروج مهيمن وخروج مرتضى. محمد خالد قصيرة تركد. أمير كرة الشتت. 7 دقائق تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. حنبل محاولة حارث قصيرة وترتاد. علي رحيم مر ديفيد اللي انتقل للجهة البعيدة. استاذ مصطفى ما اثرت، صافرة من حكم اللقاء. يطلع من قلبه يجي له هدف. طبعا يصير هدف غير انه حكم اوقف المباراة. عملية اسقاط كرة عالية سهلة تبعد من الحارس. محمد الباقر يلعب كرة طويلة. وسام سجاد. حسين لا توجه. علي رحيم. عباس عادل. وحكم المباراة يشير. يبدو مجتبى أكثر اللاعبين تعرض للإصابة اليوم، هذه المرة الخامسة يتعرض من خلالها للإصابة. السلامة لمجتبى وجماهير نادي القاسم اللي طامحة بالحصول على 3 نقاط في لقاء اليوم، وهي تستضيف الكهرباء بعد الخسارة من نفط ميسان. والكهرباء الذي يمني النفس بالعودة ب3 نقاط بعد نقطة ثمينة من القوة الجوية. وركلة الجزاء يسجلها سعد عبد الأمير، ويتعادل الآن القوة الجوية مع نادي الميناء.
كرة عادت مرة أخرى تلعب بروح رياضية إلى خارج ملعب لا ركلة مرمى للكهرباء. أقل من 5 دقائق على الوقت الرسمي. نهض مجتبى محسن كرة بالراس مقطوعة من أحمد نور. عباس أمير بينية ملعوبة الكرة. علي رحيم ومحاولة وليث معا أقرب للكرة يتمكن. بعيد ليث. مؤمل راشد الرأس مقطوعة من حسام. أمير عباس علي خالد حسام إلى حسام من جديد. علي خضر علي يلعب الكرة. أنا قريب وكرة أبعدها أحمد نور. إليسو محمد خالد. إليسو مرة أخرى شتتها وكرة مقطوعة طالت على عمار من جديد مقطوع. عمار داخل. محمد مجتبى الحارث من الجهة البعيدة طويلة إلى أحمد وحيدر وتبعد من حسام إلى رمية تماس لمصلحة القاس. دقيقتين تفصلنا على الوقت الرسمي للمباراة. مؤمل يلعب الكرة وبالرأس سهلة إلى حارس المرمى أمجد رحمة. هذا هو حيدر عبد الرحيم وإلى أمجد رحمة. سجاد أمير حسام علي خالد عباس. أنا قريب لا حد يسوي مخالفة. ماكو شيء كرة مقطوعة وإلى خارج ملعب لا رمية تماس لفريق نادي القاس. محمد الباقر أو للكهرباء. خضر علي هي من أمير وبعد من إليسو سريعا أحمد وإلى حارس المرمى أمجد. أمجد نلعب بالوقت المحتسب بدل من ضايع قد تكون 3 دقائق لا أكثر. 90 دقيقة في طريقة للنهاية. فاروق محمد علي رحيم سجاد كرة تبعد. محمد و5 دقائق يضيف حكم المباراة وقت محتسب بدل من ضايع. سريع الكرة الآن إلى الحارث. حارث حاتم طالت تبعد الكرة من خضر علي. مؤمل حارث
لا مؤمل راشد من الجهه البعيده. مؤمل يتخلص من لاعب، يلعبها عرضيه عاليه خطيره ابو بكار، وتسديده من محمد خالد. ضاعت الكره مره اخرى، يحاول وعرضيه اللعب. حارث من الجهه البعيده تد الكره. دقائق صعبه على الفريقين، هدف قاتل للفوز. مره اخرى الكره من جديد. سجاد كرة حلوة ملعوبة. علي عباس إلى خضر. عباس رحيم. عباس عادل وكرة ضاعت. فرصة ضاعت. فرصة ضاعت. وصلنا الدقيقة الآن الثالثة، راح ندخل الدقيقة الثالثة. فرصة ضاعت على الكهرباء. محاولة من جديد، كرة مقطوعة إلى كريم بوبكار. كريم محمد الباقر. مجتبى. مؤمل جميل. مؤمل يحاول، تنقطع من امام الكره. سجاد. علي خالد. علي رحيم. عباس. علي. كرة مقطوعة على فاروق محمد. سجاد الخالي من الرقابة. سجاد. كرة مقطوعة لمصلحة نادي القاسم. حيدر. مؤمل راشد. حيدر. كرة طويلة وطالت على كريم أبو بكار. نلعب الدقيقة الرابعة من الوقت المحتسب بدل من ضايع. علي خالد. حسام كاظم. سجاد. علي خالد. خضر. ديفيد. عباس. امير. خضر. عبدية بالراس. كرار برا الملعب ولا ركلة. آخر اللحظات من الوقت المحتسب بدل من ضايع. مباراة رتيبة الأداء دون الوسط، وسلبا أداء سلبا، أداء سلبي ونتيجة سلبية في نفس الوقت. فاروق. علي. عباس. علي رحيم. كرة بالرأس مقطوعة. حاول عباس يلعبها، تدخل إلى الحارث. انتهت ال5 دقائق ومعها صافرة حكم اللقاء السيد أمجد كامل تعلن نهاية أحداث هذه المواجهة بتعادل سلبي ما بين الكهرباء والقاسم، وهو التعادل السلبي الرابع هذا الموسم. شكرا لمتابعتكم، والى لقاء قادم اخر باذن الله.